السلام عليكم يا بنات، عاملين ايه؟ مع بعض كده فيديو جديد. النهارده هنعمل قرص فلاحي. تعالوا نشوف خطواتها عامله ازاي. وخطواتها مش لازم تكون او مقاديرها مش لازم تكون مظبوطه قوي يعني. هو اهم حاجه عندنا الاول ان احنا هنجيب كوبايه فيها ميه كده دافيه، وهنحط فيها معلقتين من الخميره. انا الخميره بتاعتي بجيبها اللي هي الانجل الكبيره دي، وبحطها في برطمان زي ده كده، بحطها في التلاجة واسحب منها طول السنة تقريبا. احط عليها كده معلقتين من السكر عشان تشغلها، لازم سكر يا جماعة. واحط كمان شوية من البيكنج باودر عشان اسرع مفعولها. كيس بيكنج باودر اهوت كده، مش بحطه كله طبعا، انا بحط شوية منه علشان يرفع لي العجينة بتاعتي كويس. اهو هبدأ اقلبها كويس علشان تدوب زي ما انتم شايفين كده. دوبها كويس في المية يا جماعة، ومتبقاش المية سخنة علشان الخميرة ما تبص منك. هسيبها 5 دقايق او يعني لحد ما تبدأ تفور معايا. لو خدتوا بالكم هتلاقي ان هي فارت بسرعة معايا اهيت. ده لان الخميرة مع السكر مع البيكنج باودر بيشتغلوا بسرعة جدا، فالعجينة ما بتاخدش معاكي وقت في التخمير. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب كده تقريبا كيلو الا ربع دقيق. انا مش هنخله ولا حاجة، انا كنت نخلاه اصلا اهو. تمام. عندي ميه هي للعجن. طبعا الخميره خلاص يا جماعه زي ما انتم شايفين كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. وهبدأ تدريجيا كده امشي في العجينه. بسم الله الرحمن الرحيم. لو اول مره بتشوفيني وبتتابع قناتي، اهلا وسهلا بيكي. ارجو منك الاشتراك ودعم القناه وسبسكرايب، تفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اهو كده زي ما انتم شايفين. هبدأ بقى انا بايديا عشان احس كده بالعجينه معايا. طبعا هحط شويه من الزيت. قد ايه زيت؟ يعني نص تقريبا كوبايه او حاجه اهو. زيت ذرة او زيت عباد. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. مش هحط الميه كلها طبعا. هي عجينه القرص الفلاحي يا جماعه طبعا بتحتاج زبادي او لبن رايب، تبقى احلى واطرى، لكن هو مش متوفر عندي دلوقتي، فانا هعجنها عادي بميه. انا ما بحطش الميه يعني مره واحده علشان العجينه بتاعتي ما تبص، لان مش كل دقيق زي بعض. في دقيق بيبقى قاسي شويه بيحتاج ميه كتير، وفي دقيق يعني ما بياخدش مثلا كوبايه ميه وتلاقيه بقى طري معاكي وبقى مظبوط. خلاص حط نقره من الملح، نقره بسيطه قوي. خلاص كده ما بحطهاش في الاول علشان الخميره بتاعتي ما تبص مني. احط كمان ميه. هزود ميه طبعا، بحط معايا الميه في الكاتل او في البراد، ما احطش مره واحده اهو. قرص بقى تنفع معاكي مع كوبايه شاي بلبن، مع كوبايه شاي. عارفين ان الشتا بيطلب الحاجات دي بالذات بالليل يعني، والولاد بتذاكر، او مثلا لو مش تعملي عشاء ولا حاجه وعايزه حاجه كده بسرعه مع شاي ولا حاجه، اهي تنفع جدا وتبقى حلوه جدا جدا جدا. عايزه تحشيها برضو مفيش مشكله، ممكن تحشيها اي حشوه عندك، ممكن جبنه بيضه، ممكن جبنه رومي، اي حاجه عندك حشيها براحتك بقى بمزاجك انتي. محتاجه برضو ميه. هبدأ بقى اظبط كده
القوام بتاعي معايا. طبعا ما بحطش الدقيق كله، يعني ما اجيبش الكيلو واحطه كله مره واحده، لان ممكن الميه ما تظبطش معاكي فتحتاجي تاني دقيق. فانت بتسيبي مثلا قيمه نص كوبايه ولا حاجه عشان تظبطي في الاخر العجينه بتاعتك بيها. زي ما قلت لكم زي ما شايفين كده اهو. محتاج تاني هزود. هي عجينتها بتشبه البيتزا شويه. الحالة دي بقى هشيلها كده خالص من الطبق، هنزلها. طبعا رخامتك نظيفة اهم حاجة. زي ما انت شايفة كده. عايزة ابعد الكاميرا شوية لان هي ساندة اوي على الترابيزة. اهم حاجة عجنها يا جماعة لازم تعجنيها مش اقل من 10 دقايق علشان العجينة تبقى كويسة معاكي في النتيجة في الاخر. شايفين كده؟ افردها والمها في نفس الوقت، افرد والم. اهو هي العجينة هي بقت طرية معايا خالص، بقت زي الزبدة اهي معايا. هضيف بقى حتة كده من السمنة ومعلقة سمنة صغيرة كده، ودي اختياري يعني مش اجباري، براحتك. وهعجن تاني عجنة اخيرة. الحتة بتاعت السمنة دي يا جماعة هتفرق معاكم جدا في الطعم. هتلم عادي معاك خالص اهي. اهي يا جماعة جيب الطبق بتاعي تاني اهو. خلاص يا جماعة شايفين اهي المسة بقى عامل ازاي اهيت. كده نغطيها كده بشوية من الزيت، حاجة بسيطة قوي عشان الوش بتاعها ما ينشفش زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي بقى هغطيها كده بقماشة نضيفة معايا اهيت، وهسيبها لمدة نص ساعة تقريبا. هتخمر وهرجع اوريكم العجينه بقت عامله ازاي وهنقرصها ازاي مع بعض. يلا يا جماعه نشوف كده دلوقتي العجينه بتاعتي بعد ما خمرت. شايفين
اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخدها اهيت، بس انا الاول عايزه اقرصها، اعملها الاول كوره كده، افضل مغطيه كده زي ما انا. بعدين هاخد حته بحته كده، انا من الناس اللي مش بتفرد على دقيق، انا بفرد على زيت، عشان الزيت معايا بيفرق جدا، بيخليش العجينه بتاعتي ناشفه. فزي ما انتوا كده شايفين اهو، نجيب النشابه بتاعتي، عايزه تحطي عليها حاجه من فوق براحتك، عايزه تحطي حبه البركه ماشي، عايزه تحطي مثلا سمسم برضو ماشي. يا ريت تبقى كلها قد بعضها، مبقاش واحده كبيره واحده صغيره اهو. عايزه تحشيها برضو مفيش مشكله، بس انا مش هحشيها المره دي. اهم حاجه القلب بتاعها تتكي عليه كده وانتي بتشكليها، ومش لازم تبقى دايره قوي بالظبط، لكن على قد ما تقدري حاولي تخليها دايره. طبعا هسيبها برضو تخمر، يعني مش هستعجل عليها، زي ما انتوا شايفين كده بعمل اهو، شايفين اهو. بحب اوضح لكم كل حاجه عشان تستفادوا على قد ما تقدروا. مع كوبايه شاي بلبن بقى الصبح او بالليل في العشاء كده وانتي قاعده قدام التلفزيون بتذاكري مع ولادك. انا مش هعملها كلها معاكم علشان ما اطولش عليكم، انا هحاول اعمل واحده بس كمان كده معاكم، وبعد كده هوريها لكم في الاخر بعد ما ارصها في الصاج بتاعها. على قد ما تقدري كده يعني افرديها علشان ما تطلعش منك تخينه بعد الخبز. انا هخلص الصاج ده والصاج اللي بعد ما اخلصها واقرصها كلها. اهي اتعملت الصاجين دول كميه كويسه جدا، حطيت شويه كده عليهم سمسم زي ما انتوا شايفين، وانا مقربه لكم الصوره اهي خالص اهوت، والباقي ساده. هغطيها لمده ربع ساعه تقريبا ترتاح، وبعد كده هدخلها الفرن على درجه حراره 180 لمده تلت ساعه تقريبا، او على حسب حمى الفرن بتاعك، انتي اضرب الفرن بتاعك بقى. وبعد كده في اخر دقيقتين 3 هحطها تحت الشوايه لمده دقيقتين على ما تحمر، هخلصها وارجع اوريها لكم. يا بنات ايه رايكم كده بعد ما خرجت من الفرن اهيت؟ انا سبتها حوالي ربع ساعه كده علشان اصورها لكم اهيت. ده نص المقدار مش كل المقدار، في صينيه كمان زيها بس هما يعني لحقوها. هي طبعا بتبقى حلوه جدا وهي سخنه، يعني بتبقى روعه. قومي كده ما تكسليش، قومي يلا اعمليها لولادك هتعجبهم جدا. ارجو منك الدعم والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. باي باي.